السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الجمهور الكريم في حلقة أخرى من قناة عبد الغني سبور للرياضة. كما شاهدتم بالأمس تمكن المنتخب الوطني المغربي من فوز على نظيره جنوب أفريقيا للشبان تحت 17 سنة ب3 أهداف لواحدة. الذي شاهد نتيجة اللقاء يعتقد أن المباراة كانت سهلة، لكن المباراة كانت صعبة على الطرفين. المنتخب الوطني المغربي ومنذ الدقائق الأولى كتف مجموعة من الهجومات على المنتخب الجنوب إفريقي، حيث تكللت إحداها بالنجاح، وحيث أن المنتخب الوطني المغربي هجم بكل قوته على منتخب جنوب أفريقيا إلى أن أتى الهدف الأول من أثر خطأ للحارس الجنوب أفريقي. وبعد ذلك أتت مجموعة من الهجومات، مجموعة من الفرص التي كانت ستتوج المنتخب الوطني المغربي بالهدف الثاني، إلى أنها ضاعت بغرابة، حيث أن المنتخب الوطني المغربي كان هناك خلل في التمريرات الأخيرة. حيث من لاحظ في اللقاء التمريرات الأخيرة دائما تكون غير دقيقة، وإما تكون طويلة أمام المهاجم، أم تكون وراءه، وفي بعض الأحيان تكون هناك تمريرات عرضية من الجهة اليمنى وتكون خارج مربع العمليات وليست في رأس المهاجم. وهذا بادي على أن المنتخب الوطني المغربي يحتاج كثير من الوقت للانسجام، وهذا الذي بدأ عليه في الشوط الثاني. ولكن ما قبل ذلك استطاع المنتخب جنوب أفريقي من تسجيل هدف التعادل من هدف مباغت، حيث أن هذا الهدف الذي سجله المنتخب الجنوب أفريقي سرب بعض الشك للجمهور الوطني المغربي. واعتقد الجمهور الوطني المغربي أن المنتخب الجنوب أفريقي سوف يتعادل ويضيف الهدف الثاني كما فعل أمام المنتخب المصري، إلى أن المنتخب الوطني المغربي بتعليمات المدرب نبيل أوباها اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي في فترة 2004، والذي نتذكره من خلال الهدف الذي سجله في مرمى منتخب مالي، الهدف الرابع الذي سجله في منتخب مالي في مباراة نصف النهائي، والذي أركن بعد دخوله مباشرة في آخر مباراة سجل الهدف الرابع في الزاوية 90. وبعد تعليمات المدرب نبيل أوباها للمنتخب الوطني المغربي، دخل المنتخب الوطني المغربي في الشوط الثاني بعزيمة قوية، واستطاع بعد جهد جيد أن يسجل الهدف الثاني. وبعد مرور دقيقتين سجل الهدف الثالث، الهدف الذي قتل المباراة، ليطأر لمنتخب الكبار الذي أقصي في كأس إفريقيا السابقة من كأس إفريقيا للأمم على يد جنوب إفريقيا في مباراة كانت صعبة، بحيث أن المباراة كانت تعرف حرارة ورطوبة، الشيء الذي لم ينفع المنتخب الوطني المغربي، حيث أنه ركن. نتحدث على المباراة في كأس إفريقيا السابقة، وهذه المباراة كانت عالقة في أذهان المنتخب الوطني المغربي، الذي كان يأمل أن المنتخب الوطني المغربي سيتأهل للنهائي، لأنه أبدى لقاءات طيبة في مونديال قطر، والمنتخب الوطني المغربي حينئذ كان يثق في مستوى المنتخب الوطني المغربي، إلى أن الأقدار أتت أنه يقصى أمام منتخب جنوب إفريقيا ب2-0. وحينئذ مدرب جنوب إفريقيا قال لوليد الركراكي: أستغرب من مدرب لديه خطة واحدة. ومن خلال هذا الانتقاد الذي انتقد مدرب جنوب أفريقيا للكبار منتخب المغربي من خلال وليد الركراكي، حيث أنه نعته بأنه لديه خطة واحدة ولا يبدلها، وهي الركون للدفاع والاعتماد على الهجمات المضادة. ونأمل أن المنتخب الوطني المغربي للكبار أن يجتهد وليد الركراكي ويبتكر خطط جديدة، لكي لا نكون كتاب مفتوح أمام المنتخبات العملاقة كالسنغال ومصر والكاميرون ونيجيريا
ونتمنى أن يفوز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة الذي سيلعب مباراة نصف النهائي، أن يفوز بنصف النهائي ويتأهل للنهائي، وتبقى هذه الكأس في المغرب ويفوز بها المغرب، لتكون بشرة خير على المنتخب الوطني المغربي لكي يفوز مطلع السنة القادمة بكأس إفريقيا للأمم، الكأس الذي غابت عن خزينة أسود الأطلس لأكثر من 44 سنة، من سنة 1976، وتكون الكأس الثانية التي تزين خزينة المنتخب الوطني المغربي. وكذلك فإن المنتخب الوطني المغربي يملك لاعبين كبار يستاهلون أن يكون لديهم لقب يذكرون به الشعب المغربي. وكان هذا كل ما في حلقة اليوم. نتمنى منكم الاشتراك والتعليقات على الفيديو، ومساءكم سعيد، والسلام عليكم.